إذا كان كابوسك هو عالمك فكيف لك أن تهرب منه؟ لأنه هنشوف شخص ضعيف جدا اتسحب لعالم سفلي وفضل محبوس جواه ظلم بعيد عن أهله وحبيبته لمدة 2600 سنة، ولكن كل ثانية ومعاناة بيقضيها في العالم ده بتبني قوة عظيمة جواه وبيضطر يواجه كوابيس ووحوش محدش يقدر يتخيلها. دي بقى هتكون قصة بطلنا اللي هو ريون. بص انا مش هحرق عليك كتير، ولكن نوع القصص ده انا عملته مرتين عندي في القناة، ولكن المرة دي هتكون مختلفة تماما لانك طول مشاهدتك للفيديو ده هتمر بمغامرة فيها عذاب وتشويق عالي جدا هيخلي الادرينالين عندك في السما. فقبل ما نعرف ايه هي حكاية ريون دي وازاي قدر ينجو السنين دي كلها ولما يرجع للعالم بتاعنا هيبقى عامل ازاي بالنسبة للبشر، ما تنساش تتفاعل مع الفيديو والقناة كلها علشان نوصل للقمة في اسرع وقت، وما تنساش تنزل لاول تعليق مثبت هتلاقي قناة الانمي بتاعتي، اعمل فيها اشتراك وفعل الجرس علشان هنزل فيها حكاية جامدة جدا قريب، وما تنساش الصلاة على النبي لانها اهم من اي حاجة. ويلا بينا بنبدأ بقى حكايتنا مع بطلنا ريون اللي لسه صاحي من النوم، وبنعرف انه كان لسه مخلص جيشه من حوالي 3 شهور، وده وقت كفاية وزيادة علشان اي عسكري يكسل. وبيقول لما كنت في الجيش كنت فاكر ان هقدر اعمل اي حاجة لما ارجع شخص عادي تاني. وبنشوف بطلنا ريون وهو قاعد على الكمبيوتر، ولكن فجأة بتحصل حاجة غريبة جدا، بتظهر حاجة زي غبار كتير حواليه وبيبدأ ان هو يسحبه لغاية ما بيختفي من مكانه. وفجأة بطلنا بينتقل لعالم غريب وكمان بيقف وسط عدد كبير من الناس وبيسمع صوت بيقول حاجات مش مفهومة، وهي كل اللي كانوا ينفعوا اتقبلوا خلاص هم دول. فريون بيقول لنفسه هو ايه اللي بيتقال ده؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فالصوت بيقول علشان كان في اكتر من 7 مليار مرشح قدرنا نطلع بالعدد ده كله، بلغوا المرشحين حالا بالتعليمات. انا مش فاهم هو الراجل ده بيقول ايه بالظبط. المهم ان ريون بيقول هو ده يعني اللي هيكسر الملل اللي انا كنت فيه؟ هو انا مت ولا ايه؟ فالصوت ده بيعرف الناس كلها انهم هيتأقلموا مع الوضع. فريون بيكون مش فاهم اي حاجة بس بيقول تمام وبيقول يلا ابعت التعليمات. ولكن فجأة روح بطلنا بتبدأ تتحرك بين عوالم واماكن كتير، بس بعدها بنشوف الصوت بيقول المرشح رقم 398 هنبدأ النقل الابعادي. وبعدها بنروح لبطلنا في عالم تاني غريب بيكون ماسك ذئب وعمال يخلص عليه بصخرة في ايده، وبيكون النظام بيقول لقد تم اختيارك كمرشح مناسب للعالم ده اسمه سيلها لاتنا. وفجأة اول ما بطلنا بيوصل هناك في ذئب خطير ومرعب جدا بيهجم عليه ويفضل يهاجمه ويعض فيه لغاية ما بطلنا بيقدر ان هو يفك ايده منه، وبيكون عايز يهرب وهو بيفكر وبيقول لنفسه ايه ده؟ فجأة كده هو ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ هو ايه اللي جاب الذئب ده هنا؟ وبعد كده بيحكي لنا احنا وبيقول ما لحقتش استوعب الموقف ده او حتى استغرب من الواقع الجديد ده، بس انا كنت متأكد لو انا ما خلصتش عليه كان هو اللي هيخلص عليا. وما صدق بيمسك حجر في ايده والذئب الوحش ده بيهجم عليه. بتظهر ساعتها شاشة النظام اللي بيكون مكتوب فيها النوع ذئب شيطاني المستوى 1، ده اضعف وحش في سيلها لاتنا، قوته في القتال زي قوة راجل كبير مش معاه سلاح، ممكن تاخد خبرة لما تغلب وحوش قوية وده هيخليك تعلى مستواك. فاحنا كده فهمنا ان هو لازم يهزم الوحوش عشان مستواه يعلى. ساعتها بطلنا بيتكلم وبيقول ايه القرف ده؟ هو انا اتحبست في لعبة واقع افتراضي ولا ايه؟ وهو امتى بالظبط الدنيا بدأت تبوظ كده؟ وبيفضل بطلنا يخرج عصبيته كلها في ضرب الذئب وهو بيفكر وبيقول لنفسه طب وحياتي انا راحت فين؟ طب واهلي؟ طب انا هيحصل لي ايه؟ وبعدها بطلنا بيتعب من كل المجهود اللي عمله وبيقول انا لسه مخلص جيش من 3 شهور وانا لسه ما صاحبتش بنت حتى، ليه انا بالذات؟ في كمية ناس بتهرب من الجيش. بس بيجي تحذير تاني من النظام بيكون مكتوب فيه تنبيه احتمالية نجاتك من سيلها لاتنا بقدرتك الحالية هي 5%. هو بيكون هيتجنن ومش فاهم ايه اللي بيحصل لغاية لما بتظهر شاشة النظام مرة تانية وهي عليها رسالة اسوأ من الاول مكتوب فيها هل ترغب في الاعتراف بالهزيمة والموت؟ هو ساعتها ما بيردش على كلام النظام وبيقول لنفسه ولاد الكلب دول خطفوني، انا اللي كنت زي الفل، حذفوني في عالم تاني خالص وبعدين فجأة يقولوا لي اقتل وحوش واجمع خبرة وعلي مستواك. فبطلنا ريون بيقول له انت بتهزر معاه ولا ايه؟ يعني لو انتحرت هترجعني للعالم بتاعي؟ بس هو ساعتها بيبدأ يتملك نفسه ويقوم من على الارض وهو بيقول لنفسه لازم اهدى، مستحيل يكونوا خطفونا، وبعدين اول ما ننتحر يرجعونا لبيوتنا سواء عجبني او لا، لو مت يبقى دي النهاية. كل اللي عليا دلوقتي اني اركز على اني اعيش والاقي اي طريقة اهرب بيها من هنا. ساعتها النظام بيقول له تم تأكيد ارادتك في النجاة، تم تفعيل قدرة القتال، من فضلك اختار الفئة بتاعتك. هو ساعتها بيقول مستحيل اقدر اعيش وانا بستخدم ايدي الفاضية بس، يعني هما بيقولوا لي اختار فئة، هي ايه الفئة دي؟ فالنظام بيقول له الفئة المحارب، الموارد المتاحة الهالة، مقاتل للقتال القريب، بيعتمد على انواع مختلفة من فنون القتال. هو ساعتها بيقول لنفسه مقاتل قريب ده يمكن يبقى ممتع في لعبة فيديو، لكن في قتال حقيقي انا اخر حاجة عايزها ان ابقى
بيبقى واقف وش لوش مع الوحوش، بس بعد كده بيبقى عايز يختار الساحر، ولكن النظام بيرفض وبيقول له ان هو مش مؤهل علشان يبقى كده ولا عنده الموهبه اساسا. هو ساعتها بيتضايق جدا، ولكن النظام بينصحه ان الافضل ليه ان هو يبقى محارب. هو ساعتها بيقول لنفسه مش فارقه، القتال من بعيد هو احسن اختيار في كل الاحوال، انا هختار الرمح الطويل، في دي بالذات مستحيل اتنازل. بس فجاه بيلاقي نزل قدامه سيف طويل وهو اساسا اختار الرمح، والنظام بيقول له خد السيف الطويل بس وهيعجبك. هو ساعتها بيتعصب جدا وبيقول انتوا بتهزروا ولا ايه؟ وكمان في خطا، انا بكره ان شويه الاوغاد دول يتحكموا فيا. بس بعد كده بيمسك السيف من على الارض وهو بيقول لك ان انا بكره اني اموت اكتر. ومن اللحظه دي بدات حياه الجحيم اللي ملوش نهايه في التطور ورفع المستويات. بعد 7 ايام قعدهم ريون في العالم ده كان بيقتل في الوحوش وبيقتل فيهم علشان يبقى اقوى ويقدر انه يكمل في العالم. وبيقول انا سالت النظام ازاي يرجع للبيت كتير، لكن انا ما لقيتش اي رد، لكن ما كانش بيرد عليا وانا مش عارف هو ليه كان بيعمل كده. بس انا بقاتل علشان اعيش، لان انا لو ما عملتش كده هموت هنا على طول. وبيبقى بيقاتل ذئب قوي وعايز يخلص عليه، وكل شويه قاتل الذئاب دي اللي بتبقى مختلفه لان في منها الاقوى وكل شويه بيقابل منها واحد شك. وبيكون ريون عنده عزيمه تهد جبال. بيفكر ريون وبيقول انا كل ما بحرك السيف بتاعي كنت ببقى مش عارف اهجم عليهم، لكن هم كانوا بيستغلوا الفرصه وبيهجموا عليا زي اكنهم عارفين الوقت اللي هيهجموا عليا فيه امتى. مش عارف ازاي هم قادرين يعملوا كده. بينط ريون لفوق وبيهجم على الذئب، بيضربه ضربه قويه لكن بيقدر الذئب انه يتفادى الهجوم، ومش بيقدر ريون يضربه لانه مش عارف يتحكم في السيف. وكل ما بيهجم بيبقى مش عارف يعمل حاجه. بيبقى ريون مش عارف يعمل ايه وبيقول للوحش انت بتهرب مني علشان انا مش عارف اضربك. لكن فجاه بيلاقي الوحش هجم عليه، بس بيهجم ريون على الذئب وبيضربه بالسيف ضربه قويه بيخلص عليه. بتظهر رسائل من النظام بتقول ان كده الذئب مات وهياخد 22 نقطة خبرة، والخبرة اللي عنده 262 من 280. بيبقى في جدول قدامه فيه كل حاجة عنه، والمهارة اللي عنده هي مهارات الطعن واللي بيقدر يستخدمها علشان يخلص على اي وحش. بعد ما بيخلص ريون على الذئاب بيشويهم علشان ياكلهم، وبيفضل ياكل في اللحم بتاعهم لانه فيه فوائد كتير هتساعده. بيقعد ريون يفكر وبيقول انا مش عارف هم ليه جابوني للعالم ده، لكن هم عندهم سبب علشان يخلوني اجي هنا، والمرشحين اللي كانوا معايا دول كلهم كانوا فين؟ انا مش عارف هم موجودين فين دلوقتي. بتظهر رسالة من النظام بتقول له لما توصل للمستوى الخامس تقدر تخرج من المكان ده، وبعدها هتروح لأماكن تانية وتشوف لو فيها أشخاص تانيين. بيتفاجئ ريون إنه موجود في مكان اسمه جبال الصخر. بيقول له جبال الصخر دي هي مكان للي لسه واصلين للعالم، علشان كده بيبقى فيه وحوش مستواها قليل، مفيش حاجة هتخليك تموت في المكان ده، ولما هيوصل للمستوى ال20 هيبقى كمل خريطة العالم ده ويقدر يمشي في كل حتة. بيقول له ريون استنى، يعني أنا بعد ما أوصل للمستوى 5 هقدر إني أخرج من المكان وهقابل لاعبين أبقى معاهم، لكن لما ابقى في المستوى 20 هوصل لقارة رسن علشان هناك هيبقى فيه القتال الحقيقي. هو انا علشان كده الذئاب اللي كنت بقتلها بتزيد القوة بتاعتها؟ هو انا ينفع ارجع للبيت؟ لكن لازم الاقي اشخاص تانيين علشان اعرف اي حاجة عن العالم. بعد كده بقى ريون بيهجم على الذئاب وبيقتل فيهم واحد واحد علشان المستوى بتاعه يزيد ويوصل للمستوى الخامس. لكن الذئاب كانت قوية والقتال معاها مش سهل. بيقدر ريون يجمع نقاط كتير وتعلم مهارة القطع الجانبي وبيهجم بيها على الذئاب وبيخلص عليهم علشان ياخد نقاط ويبقى اقوى. وبيهجم ذئب على ريون بيضربه ضربة قوية بيطيروا لبعيد وبيقع ريون على الارض. بيهجم الذئب عليه بقوة كبيرة لكن بيضربوا ريون ضربة قوية بيخلص عليه. بيبقى كده قدر يوصل لمستوى اعلى وتعلم 3 مهارات هم الطعن والقطع الجانبي والقطع الرأسي. بيقول ريون ان انا قدرت اوصل للمستوى المطلوب وجسمي بدأ يبقى اقوى والتأثيرات عليها هتبقى احسن بعد اللي انا قدرت اوصل له، والسيف اللي انا ما كنتش عارف اعمل بيه اي حاجة دلوقتي بقيت قادر اني اهجم بيه. بعد ما بيوصل ريون للمستوى الخامس بيقول له النظام انت كده بقيت سياف من المستوى الاول. بيتفاجئ ريون اول ما بيسمع كده، بيقول شكل النظام فيه عطل ولا حاجة. بيدخل يبص على المستوى بتاعه بيلاقي نفسه فعلا في المستوى الاول. بيبقى ريون مش فاهم ازاي هو رجع للمستوى الاول وكل حاجه زي ما هي ومفيش اي حاجه اتغيرت وكل المهارات موجوده، ولكن هو بقى في المستوى الاول. بيقول يعني لو انا في المستوى الاول كده هدخل في قتال مع الذئاب اللي في المستوى الاول، لكن بعد كده بقى يواجه ذئاب من مستوى اعلى وبقى قوته اكبر، ولكن بيقدر ريون انه يتغلب عليهم وبيموتهم. بعد ما بيعدي ايام كتير بيفضل ريون يقتل في الذئاب علشان يوصل لمستوى اعلى ويبقى اقوى، لانه لو هو فضل على كده مش هيقدر يعمل حاجه. بيبقى ريون قتل عدد كبير من الذئاب بعد ما خلص على الذئاب وقدر انه يوصل للمستوى الرابع. بيبقى فاضل له كام نقطه ويوصل للمستوى الخامس، وعلشان كده هو بيبقى خلاص عايز اي ذئب. وبعد ما ريون قعد 2600 سنه في المكان ده قدر انه يجمع عدد كبير من النقاط، لكنه ما كانش بيكبر لان مهاره الشفاء اللي عندهم بتخليهم ما يكبروش. بيبقى لسه ريون في المستوى الرابع والمهارات اللي عنده هي فجاه بيهجم عليه وحش هيكل عظمي وبيبقى قوي. بيقول ريون ان النظام حطوا الوحوش دول علشان نقتلهم ونزيد في القوه، لكن الوحوش دي موجوده هنا علشان نقتلهم بس. بيبقى في شخص في مكان عمال
عمال يشوف اللاعبين اللي موجودين في المكان وبيقول هو ازاي اللاعبين مش قادرين يوصلوا، وبيمسك صورة ريون وبيقول هو ده اللي قدر يوصل. بعدها بنشوف ريون وهو في البيت وبيقول انا امتى تم تسريحي من الجيش، هو انا دلوقتي هقدر انام براحتي. لكن فجأة بيلاقي رسالة من النظام، بيتفاجئ وبيقوم بيلاقي نفسه في العالم، وبيبقى كل ده كان حلم، وهو صحي لقى نفسه في العالم وما قدرش يخرج منه لسه. لما بيفوق بيقول انا بقالي كتير هنا ووقعت في المكان ده ولسه عايش. لكن فجأة لما بيفتح شاشة النظام بيلاقي قدامه انه في المستوى الاول، بيبقى مش عارف يعمل ايه، كل حاجة بتفضل زي ما هي، مفيش حاجة بتتغير. بيهجم بعد كده على وحش وبيخلص عليه. بيبقى ريون عمل بيت لنفسه علشان يفضل فيه، وحاسس ان المكان ده بقى ما ينفعش انه يقعد فيه لانه بقاله كتير هنا ومش عارف يعمل اي حاجة، وما كانش فيه اي طريقة علشان يخرج من هنا عايش، لان لو في طريقة كان خرج من هنا بدل القرف اللي هو عايش فيه ده. وبيخرج ريون وبيقول انا قدرت اعمل في المكان ده بيت علشان اقدر اقعد فيه، وبدأ انه يتعود على العالم ده ويفضل هنا لمدة اطول لانه يا عيني ما قداموش حل تاني. لكن فجأة بيظهر وحش وبيدمر له البيت اللي عمله، وبيبقى وحش ضخم جدا. بيهجم الوحش على بطلنا وبيضربه ضربة قوية، بس بيضربه بطلنا بالسيف لمح البصر بيقطع ايده. بيتعصب رين وبيقول له انت ازاي تدمر البيت اللي انا عملته؟ انت عارف انا عملت البيت ده قد ايه؟ ده خد مني 4 سنين. لكن الوحوش دي بقت بتظهر، ولما بتشوف ريون بيهجم عليهم بتخاف وبتهرب من المكان. لكن في منهم بيهجم بقوة النار على ريون علشان يخلصوا عليه، وبيعمل كده الوحش ده وبتبقى قوة النار كبيرة، وبسبب الهجوم ده بينزل الوحش يشوف قدر يخلص على ريون ولا لا. لكن بيبقى ريون لسه عايش وما حصلش فيه اي حاجة، وبيبقى حاطط السيف بتاعه قدامه علشان يقدر يحمي نفسه في مشهد اسطوري. بيقول ريون لما الوحوش دي بتلاقي انها هتخسر في القتال بيضربوا سحر النار. بيهجم ريون بالسيف بتاعه عليه وبيضربه ضربة قوية لكنها بتطير الضفر بتاعه، بيبقى هيقع والوحش هياكله، لكنه بيضرب الوحش ضربة قوية بالرجل. وبيقول ريون علشان انا المستوى بتاعه قليل وما عنديش اي مهارات تانية بستخدم المهارات دي وبس. وبيهجم على الوحش بكل قوته وبيضربه ضربة قوية بيخلص عليه. بيبقى الشخص ده ماسك صورة ريون وبيقول هو مش ده اللي في سيلا راتنا؟ هو ازاي لسه عايش؟ ده كان في العالم الخامس جرين راتنا، وبعد كده في العالم الرابع روجا راتنا، وفي العالم الثالث سيلا راتنا. الكلام ده قبل سنين كتير وهو مش بيموت. انا مش عارف اعمل ايه، هو لسه عايش مع انه مش قوي، لكن في طريقة انا هستخدمها علشان اتخلص منه. بيبقى ريون قاعد وبياكل، بيقول حاجة كويسة انك توصل للمستوى الرابع. بيفتح المستوى بتاعه علشان يعرف ايه اللي وصل له. بيقول انا مش عارف هفضل كده لغاية امتى، مش هقابل واحد حتى اتكلم معاه، لكن طول ما انا عايش هقدر اني اخرج من هنا. فجأة بيحس ان في حاجة بتحصل في العالم، بيبقى الشخص ده عايز يدمر عالم المستوى الثالث. بيقوم ريون وبيبقى مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيبقى العالم بيتدمر. وفجأة بينتقل ريون لقارة لاتنا، وبيوصل ريون للقارة وبيبقى في وحش في الكهف بيفوق اول ما بيسمع الصوت، وبيقوم وبيقول هما كل شوية حد يجي للعالم. بنروح لريون اللي بيفوق بيلاقي نفسه في العالم ده عالم جديد فيه كل حاجة. بيقول هو العالم ده فيه اشجار وحاجات كتير، وبيبقى ريون مش مصدق انه جه الارض فيها زرع وكل حاجة هو عايزها. واخيرا بتبقى دي غابات سارت في مملكة جيريلوت، ودي الجهة الشمالية من قارة لاتنا. بيقول ريون مش عارف انا جيت هنا ازاي، انا جيت لهنا وبقيت للمستوى الخامس وبقى عندي مهارة جديدة وهي التواصل اللغوي. وبيقول ريون انت مش قلت ان انا علشان اوصل لهنا لازم ابقى في المستوى ال20؟ لكن النظام بيطلع قدامه رسالة خطأ. بيقول ريون هو انا مش عارف اعمل ايه. بيظهر قدامه رسالة من النظام بتقول له خلص على الملوك ال6، ولو قدر انه يقتلهم المكافأة هيقدر انه يعيش فترة طويلة وهيرجع للارض وهيبقى القدرات دي معاه، وهيقدر انه يحقق كمان 3 امنيات. بيقول له انت تقدر تعمل حاجة من دول، تخفي الهوية بتاعتك او انك تنضم الى نقابة الصيادين في المدينة. بيبقى ريون مش عارف ايه هي نقابة الصيادين، وبيقول هي ايه النقابة دي؟ لكن فجأة بيطلع له وحش قدامه وبيبقى تنين. بيقول ريون ايه الوحش ده؟ بيقول له التنين انت ايه اللي جابك الغابة بتاعتي؟ انت عايز تتقاتل معايا؟ طبعا ريون مش بيفرق معاك الكلام ده كله وبيكون متعود عليه جدا، فبيفكر انه يطلع السيف بتاعه ويستعد لكنه مش بيلاقي السيف. يا نهار اسود، بيفكر وبيقول هو السيف بتاعي راح فين؟ بيهجم التنين عليه وبيضربه بقوة النار، لكن بيقدر ريون انه يتفادى الهجوم. وبيفكر وبيقول كل ما اتحصرت اكتر كل ما زاد نشاطي لضرب الاعداء اكتر، وهيبقى اني اقتله هو الخطوة اللي جاية. بيهجم على ريون وبيضربه ضربة قوية بيطيره لبعيد. وبنعرف ان التنين ده من مملكة ايبر. كان عند الفرسان في المملكة تنين سماوي وكان اسمه ايبر، والفرسان كانوا بيعاملوا ايبر بلطف وبيأكلوه، لكن الامير كان عايز انه يركب على التنين، لكن ركوب
التنين ما كانش حاجة سهلة، علشان كده هو معرفش انه يركبه ووقع من عليه، والفارس اللي كان راكب على ظهر التنين اعدموه وخلصوا عليه، وكانوا عايزين يخلصوا على التنين هو كمان، لكن الفرسان ساعدوا التنين انه يهرب من المملكة. وبعدها التنين راح يعيش في الغابة واللي كان عايش فيها لوحده لغاية ما حصلت حاجة غريبة وما كانش التنين متوقعها نهائي. كل شوية كان بيجي للتنين واحد من البشر علشان يبقى عايز التنين يسمع كلامه، لكن إبر ما عملتش اي حاجة للبشر وما كانتش بتأذيهم وبتسيبهم يمشوا. فجأة اتجمع عدد كبير من الصيادين على إبر علشان يصطادوها، وبيبقى عددهم كبير وقدروا انهم يضربوها، علشان كده إبر هجمت عليهم وخلصت عليهم ومش هتسيب اي بشر يقرب منها، لانها بقت بتشوف البشر ده مصدر تهديد ليها، وكل ما البشر بيظهروا هي بتخلص عليهم. وبيقول إبر انا مش تنين وانتوا على طول بتقولوا ان تنين. التنين بيبقى عنده 4 رجول وجناحين، لكن الوفرت عندهم اجنحة ملتصقة بايديهم. وبتكون إبر كل ده بتحكي لريون على قصتها، فبيقول لها ريون اللي انت بتقوليه ده كله مش موضوعنا، اللي انا عايز اتكلم فيه هو انت ازاي عرفت ان انا من عالم تاني. بتقول له إبر انا لما بيحصل انفجار في العالم وبيبقى في شخص جديد بيجي للعالم وكده انا بعرف انك من عالم تاني. بيفكر ريون وبيقول هو ازاي يعني كده، انا لما جيت للعالم ده انت عرفت اني من عالم تاني. بيقول لي إبر هو المكان ده اسمه سارت والتابع لمملكة جيرلوت. بتقول له إبر لا، مملكة جيرلوت اتدمرت من وقت طويل علشان كده احنا في مملكة اكراد. بيفكر ريون وبيقول شكل كده النظام لسه ما عملش رسالة يقول لي فيها ده. بتقول له إبر انا مش عايزك تقتلني. بيقول لها ريون انت اللي هجمتي عليا. بتقول له إبر علشان انت شيطان. بيقول لها ريون مين هو اللي شيطان؟ بتقول له إبر مش انا اللي قلت ده، الملوك هم اللي قالوا كده. فبيستغرب ريون كده وبيقول لها ملوك مين؟ بتقول له إبر بعد ما الإيرثلينج ظهروا من عالم تاني من حوالي 40 سنة كده. فإبر بتقول له بس انا دلوقتي بقى عايز اروح البيت عشان استريح. بيتعصب ريون وبيقول لها انت فاكره انك هتهربي؟ قولي لي على كل حاجه. بتقول له إبر في البدايه كان البشر والإيرثلينج عايشين مع بعض، لكن بعد كده في بشر قتلوا الإيرثلينج علشان يزودوا المستويات بتاعتهم، لكن الإيرثلينج بداوا انهم يجمعوا عدد كبير من الاشخاص علشان يقتلوا ملك الارض في الوقت ده. دول كانوا زي التنانين علشان كده كانوا بيزيد مستواهم كل ما بيتخلصوا من اي حد، علشان كده هم كانوا مش قادرين انهم يعملوا اي حاجه معاهم علشان كان معاهم قائد من المستوى 100. بعد كده ظهر بارولت ملك السيف، وزينوبيا رئيسة الصحراء، وجارهان الرهيب، وهوليان قوتها غريبه، ودول اللي هجموا على البشر وخلصوا عليهم. لكن قدر الملوك انهم يدخلوا علشان يوقفوا كل ده لما تخلصوا من الإيرثلينج. بيقول لها ريون انا كنت في مكان بقالي سنين كتير، ولما قدرت ان اخرج من هناك لقيت نفسي في مكان لو حد عرف ان بشري هيخلص عليا. بيقول له ريون هو انا هقدر اخلص على ملك الشياطين واخرج من هنا؟ لكن لما إبر بيشوف كده بيخاف منه، بيقول له انا هعيش هنا معاك ومش هعمل اي حاجه. وبعد 5 ايام بيحكي ريون وبيقول اول ما اتخرج من غابه سات هتشوف سور مدينه ضخم وممتد لحد الافق. المدينه دي موجوده في شمال مملكه اكستراد واسمها اونبروس، وبما انها واقعه على اطراف المملكه فاونبروس تعتبر من اكبر المدن من حيث المساحه وعدد السكان، وقريب منها في غابه سات وسهول ابن العظيمه، المكان اللي الوحوش والزنزانات بيظهروا فيه باستمرار، وعلشان كده عدد كبير من الصيادين بيغامروا بحياتهم هناك على امل يحققوا ثروه بسرعه نقابه الصيادين في اونبروس. اي حد بيدخل المكان ده يا اما صياد يا اما واحد جاي بيحاول يبقى صياد او اشخاص من عالم تاني، ولما بطلنا بيدخل للنقابه دي بيتصدموا من بطلنا واللي بيكون جسمه وشكله قوي جدا ومختلف عن الناس اللي في العالم ده، وبيكونوا مش عارفين هو عايز ايه، بس هو بيصدمهم انه عايز يبقى صياد. وبعدها إبر بتقول له انت عايزني اساعدك؟ فبيقول لها ريون بالظبط لو شكلي مش هيكشفني، لو ما عنديش حتى ابسط معلومات عن المكان ده اكيد هتقفش. فإبر بتقول له طب وايه اللي يضمنني انك مش هتقتلني بعد ما اساعدك؟ فريون بيقول لها ايه ده، انت كمان مطلوبه، حتى لو بتقول انك مش قدامك خيار تاني، انت في الاخر قتلت ناس وكده مش هتقدري تبلغي اي حد عني، وبعدين بقالي كتير قوي من اخر مره قعدت اقعد واتكلم مع حد بشكل طبيعي كده. وساعتها إبر بتفتكر اللي حصل زمان، وبعدها بتقول له تمام فهمت، هساعدك بس ارجوك ما تقولش لاي حد عني، واول حاجه لازم تغير هدومك. بطلنا ساعتها بيبدا ان هو يقلع هدومه، فإبر بتقول له انت بتعمل ايه؟ فريون بيقول لها ما انت اللي قلتي اغير هدومي. فإبر بتقول له لو عملت كده دلوقتي هتبقى واقف عريان. فريون بيقول لها بس انت كمان عريانه، الهدوم دي ضيقه شويه هضطر اقطع الكمام. وبعد ما بيلبس إبر بتقول له اول حاجه لازم نبدا بالاساسيات، ما ينفعش تقلع هدومك في اي مكان وخلاص. فريون بيقول ماشي انا عارف الكلام ده اصلا، فبدل الكلام ده قولي بقى ازاي اقدر اقابل الملوك. فإبر بتقول له مقابله الملوك حاجه نادره جدا، لازم يا اما تبقى واحد من الابطال الاربعه للقاره او تكون عملت انجاز عظيم جدا، ساعتها الملوك بنفسهم بينزلوا علشان يباركولك. اما دلوقتي وبسبب تاثير موكي الشيطان وما فلوس، فالطريقه الوحيده علشان تاخد بركه من الملوك هي انك تبقى
تبقى صياد وتطارد الزنانين والوحوش اللي اومافلوس صنعها. فريون بيقول لها حتى دليل الارشادات قال نفس الكلام ان لازم ابقى صياد علشان اقدر اوصل للملوك. فإبر بتقول له دليل الارشادات؟ طب المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ فريون بيقول لها دليل الارشادات بتاعي اهو هنا، وبيكون ساعتها بيشاور على دماغه. فإبر بتقول له بس انا مش شايفه اي حاجه. فريون بيقول لها هو عباره عن دليل ارشادي للمسافرين لعالم تاني اللي زي كده، بس الدليل بتاعي بايظ، فبصراحه انا نفسي مش فاهم ايه اللي بيحصل. فإبر بتقول له ممكن تقول لي مكتوب فيه ايه؟ وبعدها بقى ريون بيقول على عكس باقي المهن الصيادين يقدروا يتحركوا بحريه ومن غير ما يلفتوا انتباه حد حتى لو مستواهم عالي جدا، علشان كده لازم تبقى حذر زياده لان في ناس كتير من العوالم التانية قبلك جربوا نفس الخطه دي بالظبط. وبنشوف ان إبر ظبط له شعره علشان يبان قوي قدام الناس اللي هو رايح لهم. ولما بيروح النقابه هناك طبعا زي ما شفنا قبل كده كان الكل مصدوم، والموظفه بتاعه النقابه بتكون بتسجل وهي بتقول له اكيد يا استاذ إيريك جارون انت قلت انك جاي من شمال كامبل صح؟ فريون بيقول لها صح. وبيكون ريون متوتر جدا وبيقول لنفسه يا نهار اسود انا اتحمست زياده عن اللزوم، اكيد دلوقتي بقى شكلي يثير الشك. فموظفه النقابه بتقول له اهلا وسهلا بيك في نقابه صيادين اون بروس. فريون بيقول لنفسه الحمد لله نجيت، لو كنت سمعت كلام الدليل ومشيت على تعليماته كنت هلبس في مصيبه سودا. ايه الهبل ده؟ تقول انك جاي من الارياف الغربيه؟ ازاي واحد لسه بيحاول يبقى صياد يقدر يسافر كل المسافه دي عبر البلد؟ احنا هنا في الشمال والبس انك من شمال كامبل. فموظفه النقابه بتقول له انت تبع نقابه تانية وجاي تطلب عضويه مؤقته في نقابتنا صح؟ طب ايه اللي انت؟ فريون بيقول لها لا انا عايز اسجل كصياد وبيمشي. فموظفه النقابه بتقول له يبقى انت بتقول انك لحد دلوقتي مش صياد صح؟ ساعتها بقى الصيادين بيتعصبوا جدا وبيقربوا عليه وهم بيقولوا ايه الراجل الضخم ده بيقولوا انه مش صياد، والصيادين بيبداوا انهم يمسكوا اسلحتهم. هو ساعتها بيتصدم وبيقول لنفسه ايه اللي حصل؟ ليه الجو اتغير فجاه كده؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ بس واحد منهم بيقول له اتفضل حط ايدك على حجر القياس. بس هو بيقعد يفكر وبيقول لنفسه اقاتل؟ لا مادام لسه محدش هاجمني يبقى هم لحد دلوقتي مش متاكدين ان واحد جاي من عالم تاني. بس الموظفه بتقول له تمام وطبقا للاجراءات النقابه هنقيم مستواك دلوقتي، كل اللي عليك تعمله انك تحط ايدك على حجر القياس. بس هو بيبدا يقرب من الحجر وبيفكر وبيقول لنفسه حجر القياس؟ هو الحجر ده هيكشف لهم ان جاي من عالم تاني؟ لو اتكشف امري هنا هيبقى مستحيل اوصل للملوك دول، ولو حاولت اهرب يبقى كاني اعترفت بنفسي. صحيح تدمير المكان ده كله سهل بالنسبه لي بس بلاش. وبالفعل بيجري وبيحط ايده على الحجر وكلهم ساعتها بيتصدموا من جمدانه لان بتكون كل احصائياته بمستوى بطل. فريون بيقول يا خساره شكلي اتكشف بس ما تقلقوش انا اللي هقضي على ملك الشياطين اومافلوس. وبنشوف ان قبلها كان ريون بيقول للناس اللي جايين من عالم تاني دول حاجه مبهره فعلا، قصدي ده اللي بنسميه تمثيل. فإبر بيقول له انا اتحركت بالنيابه عنه بعد اللي شفته. فريون بيقول له بعد كل اللي مريت بيه من حقي احلم شويه مش كده؟ بس بنكتشف ان كل اللي شفناه ده كان بطلنا بيحلم وما حصلش حاجه، وهو اساسا لما حط ايده على الحيطه كان مستواه 5 وكلهم قعدوا يضحكوا عليه وكانت حاجه مهزأه جدا يعني. وبعدها موظفه النقابه بتقول له اصل اي حد بيجي من منطقه تانية ويقول انه عايز يبقى صياد غالبا بيكون واحد جاي من عالم تاني، علشان كده لو كان مستوى الاستاذ إيريك اعلى بشويه كنا هنفتكره فعلا واحد منهم. ورسوم التسجيل في النقابه هي 300 اكس. ساعتها هو بيقول لنفسه مين كان يصدق ان عدم قدرتي على رفع مستواي هيبقى نعمه في يوم من الايام. ساعتها هو اول ما بيسمع الرقم بتاع الفلوس بيتصدم وبيفتكر لما كانت إبر بتقول له انت متخيل انا اتبهدلت قد ايه علشان اوفر ال 400 اكس دول؟ وطبعا 300 اكس دول يعني حوالي 3000 دولار. بس ساعتها ريون اتريق عليها وقال لها ايوه قلت لك هدفع، ولو فضلت هصرف بحذر الفلوس دي المفروض تكفيني حوالي 6 شهور كده. وبيكونوا كل اللي قاعدين عمالين يتريقوا عليه ويقولوا بصوا ايد الواد اللي جاي من الارياف بترتعش، مش عارف الناس اللي جايين من عالم تاني دول بيجيبوا الفلوس منين، بس دايما كانهم بيطلعوها من الهوا. وبعدها لما بيدفع موظفه النقابه بتديله شاره الصياد وبتقول له خلي بالك وما تضيعش الشاره دي لان استخراج شاره صياد بدل فاقد هيكلفك 80 اكس، ولما تحس ان مستواك زاد تقدر ترجع للنقابه ونطلع لك شاره جديده بالمستوى الجديد. واضح اني هبدا من تحت خالص. تمام من هنا البدايه بجد، لازم اخلي اسمي ينتشر وسط مجتمع الصيادين. وريون بيقول لها انا عايز ادخل استكشف زنزانه. بس بيجي شخص وبيقرب عليه وبيقول له زنزانة؟ بصراحة يا ابن الأرياف الأفضل تفضل هنا إلا إذا كنت ناوي تبقى وجبة للوحوش، أنت مستواك 5 فاعرف مقامك الأول. فموظفة النقابة بتقول له يا أستاذ لود هو أنت وفريقك رايحين غابة سات؟ سمعت إن عدد الوحوش هناك زاد وبدأوا يهاجموا البيوت اللي قريبة من المنطقة. فلود بيقول لها وبصراحة كنت قلقان إن شوية صيادين مستواهم ضعيف هم اللي يروحوا للمهمة دي، فقلت إن واحد زي مستواه عالي هو اللي المفروض يتولاها. وشاشة النظام بتخرج شيء بيقول النوع بشري
المستوى 27، وبيفضلوا كلهم يتكلموا ومحدش بيعبر بطلنا وهو واقف لغايه ما موظفه النقابه بتقول له يا استاذ إيريك، بما ان مستواك منخفض ما ينفعش اسمح لك تدخل اي مهمه زنزانه لوحدك، الافضل لك انك تنضم لفريق الاستاذ لود وتساعدهم في الشغل البسيط وفي نفس الوقت تتعلم اساسيات الصيد. فلود بيقول لها ها هعمل ايه بس، انا خلاص ضميت عضو جديد للفريق والمكان اتملى. والبنت اللي معايا الجديده بتتكلم وبتقول انا ارتي ساحره المستوى 25، بس بيبان لبطلنا في شاشه النظام ان هي الجنس بتاعها بشري وساحره والمستوى بتاعها 37 مش 25. فريون بيقول لنفسه بس دليل الارشادات بيقول ان مستواها اعلى بكتير، واضح ان عندها سبب يخليها مخبيه مستواها الحقيقي. وانا فضلت باصص لها كتير. المهم هو بنفسه قال ان مفيش مكان فاضي في الفريق. فلود بيقول لكن لو ده طلب من الانسه سيوجري فخر نقابه صيادي اونبروس اني اضم الزباله دي صاحب المستوى الخامس اللي محدش راضي ياخده، فانا هضمه في فريقي. وبيكون بطلنا واقف على اخره بيقول لنفسه مين اللي انت بتسميه زباله؟ اهدى ما تبداش مشاكل لان لو بدات خناقه هنا الواد ده هيموت. فلود بيقول اكيد حلمك تبقى ملك السيف صح، علشان كده ماشي شايل السيف ده معاك في كل حته، ولما بيحاول يشيل السيف ده بيكون مش قادر بيقول لنفسه هو شايل الحاجه دي ازاي اصلا، يا لهوي دي مش راضيه تتحرك. ساعتها بطلنا بياخد منه السيف بكل سهوله وبيشيله علشان يمشي، بس ساعتها بيتكلم شخص وبيقول اخيرا لقيتك. بيبقى ريون رافع لودي بالسيف بتاعه قدام النقابه كلها. بيجي شخص وبيقول لريون انت لو عندك الجسم زي ده يبقى تقدر تتعامل مع الاشخاص اللي في المستوى العاشر. بينادي لودي على الشخص ده اللي بيبقى اسمه بارك مان وبيقول له انت مش شايف ان انا بتعامل معاه، مش بتتدخل ليه؟ بيقول باركمان لريون انت لو عايز تتقاتل يبقى القتال مش هنا، لان لو انت اتقاتلت هنا هتكسر النقابه وكده هتخلينا بقى نتعامل معاك. بيشيل ريون السيف وبيقول له لا انا مش عايز اتقاتل مع حد، انا عايز افضل معاكم. بيقول لودي انت فاكر ان اللي بتعمله ده كويس؟ مفيش حد هيقبل انه ياخدك معاه لانك لسه في مستوى قليل، علشان كده انت مش هتاخد اي مهمه الا لما تبقى معايا. بيفكر لودي وبيقول له ايوه انا صرفت كل الفلوس اللي معايا ومش هعرف اعمل اي حاجه، لان انا لو فضلت على كده هتبقى مشكله ومحدش هياخدني معاه بالمستوى بتاعي ده. بيقول باركمان ما تقلقش انت جسمك قوي فمستواك هيزيد بسرعه مش هتاخد وقت، وانا كنت بدور على شخص زيك، ايه رايك تيجي معايا في الفريق؟ انا عارف انك علشان تبقى بالجسم ده حاجه مش سهله، لانك علشان تبقى بالجسم ده ومستواك قليل يبقى ده لان خبرتك قليله، لو انت بقيت معانا المستوى بتاعك هيزيد. بيفكر ريون وبيقول انا عارف ان قوتي كبيره وده بيرجع لاني من عالم تاني، علشان كده سرعه النمو عندي كبيره، وانا مش هفضل في الفريق ده لفتره طويله، لو فضلت معاهم ده هيبقى امن ليا احسن ما اروح لوحدي. المدينه دي هي مدينه اونبور، ودي مدينه محصنه ضد ظهور الزنزانات والوحوش، وكل اللي فيها بيصطادوا الوحوش، فكل المعاملات اللي فيها بتبقى عن طريق المواد اللي بتستخرج من الوحوش، وفي اماكن خطيره للصيد زنزانه سهول ابن وغابات سارد، وبيبقى في قرى قريبه من الغابات، لكن القرى دي بتبقى في امان لان الوحوش اللي في غابه مش بتخرج، ولو خرجت مش بتهجم على القرى. بس في الفتره الاخيره بقت الوحوش تهجم على القرى، علشان كده الصيادين راحوا هناك علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. والوحوش دي هي وحوش ديفلوك، وحش الرتبه بتاعته منخفضه وبيعيشوا في الغابات، بطيء الحركه لكنه قوه القبضه بتاعته ممكن تدمر الصخور، وبيقدر انه يستخدم جسمه علشان يهجم هجمات قويه. بيهجم واحد من الوحوش دي على الفارس، لكن الفارس بيقدر انه يصد الهجوم بتاعه وبيبعده لبعيد علشان ما يهجمش عليه، وبيبقى ده هو باركمان وبيقاتل الوحوش. بيهجم وحش على باركمان من ورا، لكن بيجي واحد من فريقه بيضربه الوحش، وبتهجم البنت دي على الوحش بتخلص عليه، وبتبقى البنت دي اسمها بارنت، وبتقول لباركمان انت ما بقتش قوي والوحوش كانت هتخلص عليه، لكنها بتشوف ان في جرح في كتفه وبتقول له روح علشان تعالج الجرح. بيقول لها مش عايزك تقلقي عليا. بتقول له وانا هقلق عليك ليه؟ لكن بتيجي اوين اللي عندها سحر العلاج وبتعالج الجرح بتاع باركمان. بيقول لهم باركمان انا كده هقدر اني اقاتل طول اليوم، لكن فجأة بيظهر وحش من ورا اوين، بس بيهجم شخص عليه بضربة قوية بتعمل انفجار في المكان، وبيبقى الهجوم ده بتاع هيربرت واللي قدر انه ينقذها. وفريق باركمان مش فريق بيركز على الهجوم بس، لا ده كمان بيركز على الدفاع والعلاج، هو ده الفريق الاول من حيث التنسيق، علشان كده ريون مش هيلاقي مكان افضل من كده. لكن الفريق عمال يتقاتل مع الوحوش وهو قاعد بالشنط مش بيتحرك. بيقول يعني هم سابوني هنا علشان الوحوش الضعيفه والارباح اللي بياخدوها بيتقسموا معايا فيها، بس بيبقى في مجموعه من الوحوش اول ما بيشوف ريون قاعد بيقول واحد منهم تعالوا نهجم عليه، لكن بيجي القائد بتاعهم وبيقول لهم انتوا بتقولوا ان الشخص ده عدو لينا، انتوا عارفين لو بتكذبوا عليا انا هعمل فيكم ايه؟ بيشوف ريون الوحوش وبيقول للقائد هو اقوى واحد فيهم، بيقول له النظام انت لازم تقتل الوحوش القويه. بيفكر ريون وبيقول انا لو قتلته مش
هاخد نقاط خبرة. انا المرة اللي جاية عايز اطلب اقتل الوحوش اللي مستواها عالي. بتنادي اوين على ريون وبتقول له احنا قتلنا الوحوش. بتطلع اوين قلب الوحش وبتقول له احنا نقدر نبيعه وناخد 15 اكس. بيقول لها باركمان ايوه ده غالي وممكن نقدر اننا نبيع الفرو بتاع الوحش. بيفكر ريون وبيقول انا بقيت متعود على كده لان انا قتلت عدد كبير من الوحوش فما بقاش الموضوع ده غريب، لا بقى عادي. بيطبخ ريون بسرعة. بتقول له اوين انت ازاي قدرت انك تطبخ بالسرعة دي؟ بيقول لها ريون علشان انا متعود بقالي 20 سنة بعمل كده. بيقول له باركمان انت عمرك قد ايه وفي اهلك؟ بيقول له ريون انا اتخطفت من 20 سنة علشان كده انا مش فاكرهم. فبيتأثروا اول ما بيسمعوا كده وبيحضنوه كلهم علشان يحسسوه بالامان. بيقول لهم ريون شكرا لكم انكم قابلتوني بالمستوى المنخفض ده. بيقول له باركمان ما تقلقش انا كنت في المستوى 25 من 5 سنين. بيقول له ريون مش انت دلوقتي في المستوى 25؟ بتقول له اوين مفيش وحوش هنا مستواها عالي الا في الدنجيون. بتقول له بارنت والوحش الاقوى اللي موجود هنا هو قائد الدي فلوك علشان كده احنا مش محتاجين نصطاد وحوش مستواها عالي. بيقول لهم ريون انا هروح اتدرب على المبارزه. بيقول له باركمان ما تتدربش كتير. بتقول لهم اوين مين كان يفتكر ريون هيحصل له كل ده؟ بيقول لهم هيربرت انا هروح وراه علشان انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل له. بيقول له باركمان ماشي احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. بيروح هيربرت ينادي على ريون لكنه مش بيلاقيه. بيبقى ريون في الغابه بيدور على وحوش تبقى المستوى بتاعها عالي لكن الوحوش اللي موجوده كلها مستواها قليل. بنرجع بالزمن لما كان ريون مع ابر وبيقول له انت مش المكان اللي انت عايش فيه ده مكان خطير؟ بيقول له ابر لا مفيش اي وحوش اقوى مني في الغابات. بنرجع دلوقتي الحضر بيقول له ريون مفيش هنا وحوش مستواها عالي انا هرجع قبل غروب الشمس. لكن بيبص ريون بيلاقي وحش ضخم. بيجري ريون ورا الوحش علشان يخلص عليه واول ما بيوصل للمكان بيلاقي شخص قدامه. بيفكر ريون وبيقول هو ده مش ساحر اللي في الفريق لاودي وهو ايه اللي جابه هنا؟ انا مش عارف ليه هو موجود هنا لكن انا لغايه دلوقتي ما لقيتش اي وحش. انا هعمل نفسي ما شفتش حاجه وهمشي. بيبقى ريون ماشي بينادي الساحر وبيقول له استنى انت مش الشخص اللي كنت في نقابه الصيادين؟ المكان ده مش مناسب ليه؟ بيقول له ريون انا سمعت صوت في الغابه علشان كده انا قلت ان في وحش قوي هنا. انا الفريق بتاعي مستنيني علشان كده انا هرجع. لكن الساحر بيعمل نار قدام ريون. بيقول له انت شفت الوحش اللي بتقول عليه؟ فجاه بيمسك ريون النار بيطفيها وبيقول له انا مش عارف انتوا ليه بتعملوا كده، انا عشان المستوى بتاعي قليل بتعاملني كده. بيقول له الساحر لا انا ما كانش قصدي. بيبقى لاودي قاعد وبيتفرج على كل اللي بيحصل لكن فجاه بيخرج من الشجر وبيقول لريون انت يا زباله ازاي تعمل كده؟ يعني مش كفايه اللي انت عملته قبل كده؟ لا كمان جاي علشان تهجم على الساحر بتاعنا. بيقول الساحر لريون ما تتدخلش معاه في قتال علشان هو قوته اعلى منك والقوه بتاعته لو ضربك بيها هتخليك مش قادر تتحرك. بيقول له لاودي قبل ما اقتلك انت اسمك ايه؟ لكن بيبقى ريون مش بيديله اي اهتمام. بيتعصب لاودي وبيهجم على ريون. بيقول ريون انا ما كنتش عايز الموضوع يوصل لكده وبينحني ريون علشان يعتذر لكن بيتفادى هجوم لاودي. بيتصاب لاودي اصابه خطيره وبيروحوا بعد كده البيت فريق باركمان وبيقول باركمان لريون لا اوعى تخلي نفسك زعلان انت ما عملتش حاجه اللي حصل ده كان مش بايدك. بيقول له ريون انا عارف لكنه مش هيسامحني على اللي حصل فيا. بعد كده بتخرج اوين وبتقول لهم هو كويس وهيبقى بخير لكن اللي حصل ده كان صعب. بيدخل ريون المكان بيلاقي ان كل اللي موجودين كانوا ساكتين لان بيبقى لاودي قاعد وبيقول هو في ايه؟ هو الوجع ده جامد ليه كده؟ وتاني يوم لاودي ركب العربيه مع السحر علشان يرجعوا لكن انا لغايه دلوقتي ما لقيتش الوحش اللي مستخبي. وبعد 3 شهور من وجود ريون في الفريق بتاع باركمان بيبقوا عاملين خيمه في الغابه وبتقول لهم اوين لاودي راح يصطاد في الدنجوان لوحده. بيقول لها ريون هو اللي حصل ده يبقى خطير؟ بتقول له بارنت ايوه اللي يروح للدنجوان في المستوى ده يبقى حاجه خطيره. بيقول لها ريون هو مش لاودي مستواه عالي؟ بتقول له هو مستواه عالي علشان يتعامل مع الوحوش الطبيعيه هو كان بيصطاد عدد كبير منهم علشان كده المستوى بتاعه زاد لكن هو ما قدرش انه يتعامل مع وحوش قويه. بيفكر ريون وبيقول الوحوش اللي موجودين كلهم هنا ضعاف ما عدا قائد الدي فلوك فهو ده الوحش اللي قوي هنا. بيقول لها هو ايه الاختلاف بين الوحوش العاديه ووحوش الدنجوان؟ بتقول له بارنت الوحوش اللي موجوده في الدنجوان ظهرت فجاه بعد ظهور الدنجوان. الوحوش اللي بتبقى لسه مولوده بتبقى في المستوى 30 وبيبقى فيه وحوش اعلى من كده. بيفكر رين وبيقول له الوحوش اللي موجوده هناك وحوش قويه والمستوى بتاعها عالي علشان كده انا مش هسيبهم. بتقول له اوين ده في اشخاص بيروحوا هناك يصطادوا بشكل سري. بيقول له باركمان الوحش اللي موجود هناك وحوش قويه. بيفكر رين وبيقول انا فاكر ان الدخول الدنجوان بيعملوا فحص علشان كده الدخول هناك شيء مش سهل. بيقول ريون لباركمان هو لاودي راح لهناك ليه؟ بيقول له باركمان راح لهناك علشان ياخد الاثار العلاجيه. بيقول له ريون الاثار العلاجيه؟ بيقول له باركمان هي موجوده في الدنجوان ومش موجوده في اي حته تانية واسمها القطع الاثريه. دي عناصر فيها قدرات كتير وفي منها عناصر بتقدر انها تشفي اي حاجه علشان كده لاودي راح لهناك علشان يعالج الاصابه اللي عنده. بيفكر رينو بيقول انا عايز اروح الدنجوان علشان اقدر ارفع المستوى بتاعي. بيخرج رينو بيروح الغابه. بيقول مع ان انا جيت لهنا قبل كده الا ان المكان مخيف وابر بيعيش
وحوش قريب من هنا، علشان كده انا لو ما لقيتش حاجه انا هروح اقعد معاه. بيبقى ريون ماشي وفي وحش جنبه، لكنه اول ما بيبص قدامه بيلاقيه. بيرجع ريون لورا وبيقول ايه ده؟ بيبقى ده وحش من المستوى 31 وجسم الوحش ده مدرع ومش بيتأثر بالهجمات الجسدية الضعيفة ضد الهجوم السحري. وبيقول ريون ايه اللي يجيب وحش من الدنجوان هنا؟ بيفكر وبيقول مقاومة ضد الهجمات السريعة. وبيبقى ده مش وحش واحد، لا ده بيبقى 3. بيهجم ريون على واحد فيهم بيضربه بالسيف بيقسمه نصين. بيقول ريون النظام شكله متعطل، الوحوش لما بيشوفوا قوة السيف بيبقوا خايفين. بينادي الوحش على الوحوش وبيقول لهم اقتلوا الشخص ده. وبيهرب الوحش لكن بيجري ريون وراه. بيحاول الوحش انه يستخبى بس بيدخل ريون وراه. بيرفع ريون الشجره وبيبقى الوحش عامل دايره زرقاء. بتبقى دي بوابه بيرجع بيها للدنجوان. بيقول ريون هي دي البوابه اللي بتودي للدنجوان. بيقول ريون هي دي الزنزانه اللي بيخرج منها الوحوش، علشان كده بيهجموا على القريه. بيفكر وبيقول انا ما اعرفش ان هو ده الدنجوان. بيبقى ريون دخل الدنجوان من خلال البوابه. بيقول للوحش هو انتوا اللي عملتوا كده؟ بيتفاجئ الوحش اول ما بيشوفه. بيقول له انا ما اعرفش، احنا السحره ما نقدرش نستخدمه. بيقول له ريون انت لو كنت قلت اللي انا عايز اعرفه كنت سبتك، لكن انت ما قلتش اي حاجه، علشان كده انا هخلص عليك. بيقول له الوحش انت ما ينفعش انك تدمر المكان، علشان انت لو دمرته دي هتبقى مشكله كبيره. بيقول له ريون ماشي انا همشي من هنا واتاكد ان مفيش حد تاني جه لهنا. بعد كده بيخبي الوحش البوابه. بيبقى في شخص واقع على الارض في الدنجوان والوحش بيهجم عليه وبيبقى هيموته، لكن الولد ده بيصد الهجوم بكل الطرق علشان يخلي الوحش ما يقدرش يضربه. وبينادي على البنت اللي معاه اللي بيبقى اسمها اليسا وبيقول لها انا جاي انقذك. وبيضرب الوحش ضربه قويه بيطيره، لكن بيبقى الوحش زي ما هو وما حصلوش اي حاجه. وبيقول له انا عارف ان الهجمات دي مش هتنفع معاك. بيفكر وبيقول الهجمات دي مش هتأثر عليه وهجمات الفأس مش بتأثر، علشان كده مفيش حل غير السحر. لكن الوحش بيهجم على أليسا وبيضربها في رجلها، لكنها بتهجم على الوحش بسحر الضوء. بيفكر الشخص ده وبيقول تعويذة الضوء اللي عملتها انا اتأثرت بيها. وبيقول لشخص معاهم اسمه رينارد يستخدم سحر الشفاء، لكن رينارد مش بيرد. بيبقى رينارد الوحش هجم عليه وبيهجم الوحش على أليسا، لكنها بتقدر تتفادى الهجوم بتاعه. بيظهر وحش ورا الشخص ده. فجأة بتسمع صوت ضربة وبيبقى الوحوش كلها اتهجمت عليها. بيتفاجئ الشخص ده أول ما بيشوفه كده وبيقول له الوحوش دي بترفع دراعاتها علشان تحمي نفسها من الهجمات اللي بتحصل عليها. بيبقى صعب الهجوم على الوحش لأنه مخبي رقبته وأنت مش عارف تخلص عليه، لكن الشخص ده هجم عليهم هجوم ما قدروش إنهم يعملوا قدامه أي حاجة لأنه كان سريع. وبيبقى الشخص ده هو لاود. بيقول لهم لاود هو أنتوا فريق من نقابة الصيادين؟ بيقول له الشخص ده أنت لاود؟ بيقول له لاود أنت تعرفني؟ بيقول له أيوه أنا عرفت إنك هتستكشف الدنجوان من كام شهر. وبيبقى لاود ده راح للدنجوان بعد الإصابة اللي حصلت له لأنه كان سكران وراح للدنجوان من غير ما يحس. ولما فاق لقى نفسه في الدنجوان. بيشوف الاصابه اللي موجوده في اليسا. بتقول له اليسا انت بتدور على الاثار العلاجيه وما تقلقش الاصابه مش خطيره، انا وقفت النزيف. بيقول له الشخص ده انت معاك جرعه لكن الجرعه دي غاليه. بتقول له اليسا انت هتديني الجرعه علشان انا بنت. بيقول لها لاودا لا. بتقول له اليسا انت هتديني الجرعه دي ليه؟ بيقول لها لاودا لان العلاج ده مش بيعمل حاجه معايا ومن الاحسن اننا نستخدمه لما نحتاجه. بتقول له اليسا انا هرد لك اللي انت عملته لما نخرج من هنا. بيقول لهم لاودا يلا نخرج من هنا. بيقول له الشخص ده انت هتسيب كل اللي وصلت له في الدنجوان علشان تخرج معانا؟ بيقول لهم لاودا لا مش عايزكم تهتموا، احنا لازم نلاقي طريقه نخرج بيها من هنا. لكن فجاه بيحسوا بزلزال في المكان وبيقول الشخص ده هو اللي حصل ده زلزال. بتقول له اليسا الدنجوان مش بيحصل فيه اي هزات ارضيه. بيقول لها الشخص ده يعني اللي حصل ده بسبب وحش. بيقول لهم لاود اخرجوا من هنا بسرعه. بتقول له اليسا انت هتقدر على الوحش ده؟ بيقول لهم لاود اخرجوا. بيشيل الشخص ده اليسا وبياخدها وبيهربوا. بيقول لها احنا لو فضلنا مش هيعرف انه يقاتل. بيفكر لاود وبيقول انا هعمل ايه، لكن انا بقالي فتره في الدنجان وزمان مستواي بقى اعلى. بيجي عليه عدد كبير من الوحوش. بيهرب لاود بسرعه لكن الوحوش هم اللي بيهربوا. بيقف لاود وهو مش فاهم حاجه. في مكان تاني في الدنجوان بيبقى في عدد كبير من الوحوش الميته وريون هو اللي هجم عليهم وبيقتلهم واحد ورا التاني. بيقول ريون هم قالوا ان الوحوش قويه هتبقى معانا، انا مش عارف استخدم السيف بتاعي علشان ما ادمرش المكان ومش عايز افضل مع بار كمان علشان مش عارف استخدم قوتي. بيجي قائد الوحوش وبيقول لهم انا هخلص عليه، لكن بيهجم ريون عليه بيضربه بالسيف وبيلاقي قطعه اثريه والقطعه دي هي سوار النار. بيقول له ريون هو مش كانوا يخلوا حد قوي يحمي حاجه زي دي؟ انا لو خرجت القطعه دي من مكانها مفيش وحوش هتظهر في المكان، بس انا عايز الوحوش علشان المستوى بتاعي يزيد. هو الوحوش دي هي اللي موجوده هنا واللي عملت دنجوان، لكن في حاجه ناقصه وسوار كره النار اللي بيبقى معاه بيقدر يضرب بيها نار على اي وحش. بياخد ريون السوار وبيلبسه وبعدها ريون بيكون واقف وهو بيقول اني اقدر اطلق كره نار بمجرد ما اصرخ. خلاص انا قررت. طيب مفيش حد هنا صح؟ وبعدها بيجهز نفسه علشان الصرخه وبيصرخ بعدها. ولو بتسال ليه الوحوش بتفضل تظهر في الدنجوانات من غير النهايه، الاجابه اكتشفها الصيادين اللي استكشفوا الدنجوانات، والمفاجاه انهم لقوا ان وحوش الدنجوان اصلا ما بتتكسرش بدل كده.
كانت بتتخلق جوه اوضه مخصوص. القوه السحريه اللي بتنتج الاعداد الضخمه دي من الوحوش طالعه من نواه الدنجون، وهي اداه سحريه موجوده في نص الاوضه دي، لكن لحد دلوقتي محدش قدر يفسر ليه نواه الدنجون بتاخد شكل غرض او اداه. الادوات دي اللي فيها قوه سحريه هائله الصيادين بيسموها التحف، وبطلنا لما بيضرب كرات النار ولا بيضرب اي حاجه وبيقول ها هو اتكسر ولا ايه، ماله الجهاز ده؟ فالنظام بيقول له يجب ان يكون المستوى 31 لاستخدامه. فالنظام بيقول لازم تعرف ان القطع الاثريه ليها شرط مستوى، وده عكس المعدات العاديه، بس اي حد قدر يوصل للنقطه دي جوه الدنجوان اكيد مش هيكون عنده اي مشكله انه يحقق شرط المستوى المطلوب. فريون بيقول يبقى كده ملوش اي لازمه. فالنظام بيقول له القطع الاثريه في الدنجون تعتبر رمز مكانه وشرف بين الصيادين، وبتدفع فيها مبالغ كبيره جدا لما بتتباع في السوق. فريون بيقول له اديني شويه خبره بدل الزباله دي اللي حتى مش عارف استخدمها ولا ابيعها، بس هيبقى غريب جدا لو واحد لسه مستوى 5 راح يبيع قطعه الاثريه زي دي. اعمل ايه بقى؟ في الاخر مستواي هو اللي بيبقى المشكله في اي حاجه. فالنظام بيقول له لكن في الحقيقه قليل جدا من الصيادين اللي بيقدروا يرجعوا من الدنجون وهم معاهم قطعه الاثريه دي، وده لان المعاناه اللي بيمروا بيها بتخليهم قاسيين، ولما بيلاقوا قطعه اثريه بيتملكهم الغرور، وده بيخليهم يفتكروا ان الجحيم اللي قدامهم مجرد فرصه جديده. فريون بيقول له مهما بصيت للموضوع واضح ان ده اكيد الطريق اللي بيودي لغرفه الزعيم، صح؟ وريون بيدخل غرفه مركز الزنزانه، وريون بيبدا يتحرك وهو بيقول اخيرا لازم ارجع قبل ما السيد باكمان يفوق. فيا ريت الزعيم يطلع بسرعه غريبه، مفيش اي حاجه هنا. هو كل الوحوش خرجت في رحله سوا ولا ايه؟ سايبين اهم حاجه في الدنجون، نواه الدنجون مرميه لوحدها. يا شويه اوغاد، انا هاخد نواه الدنجون دي، عندكم مانع؟ وخلاص بيقرب منها وبيمد ايده علشان يمسكها، وهو بيقول اول ما اشيل دي الدنجون كلها هيختفي وساعتها هتبقوا من غير بيت، انا حرامي. بس فجاه بيظهر وحش وبيبدا يكتفه وبيقول له اخيرا ظهرت يا سيد زعيم الدنجون، وبيكون الوحش ده هو مراقب ذو مخالب من المستوى 45. فريون بيقول لنفسه المستوى 45 الوقت ده اكيد هيديني خبره محترمه، بس واضح ان ده مش وقت الاسترخاء. العين ربط ايديا ورجليا الاتنين، ولو اتضربت بهجمه واحده غلط هكون في اعداد الاموات. بس فجاه لوت بيخش عليه فجاه وهو فرحان وبيقول اخيرا اتحررت. ساعتها هما الاتنين بيتصدموا لما بيشوفوا بعض، وبيقول لنفسه وقعت في ايده بسرعه لازم الف اي حاجه. بس لوت بيفضل يضحك بجنون، وبعد كده بيخرج السيف بتاعه. فريون بيقول لنفسه هو بيعمل ايه ده؟ مرعب قوي. فلوت بيقول له هو انت فاكرني مش عارف ان في وحوش في الدنجونات بتقدر تتحول لاي حاجه خصمها بيخاف منها وبتستغل الصدمات اللي عاشها؟ يا له من شكل مقزز فعلا، بس الحركه دي مش هتنفع معايا، مستحيل واحد مستوى 5 يكون وصل للمكان ده اصلا. فريون بيقول له مثير للاعجاب، قدرت تكتشف حقيقتي رغم الشكل ده. بس ساعتها لوت بيهجم عليه، بس الوحش الطاير ده ما عندوش اي نقطه عمياء، وده بيخليه يهاجم ويدافع عن منطقته بكفاءه رهيبه، وبيقدر يطلع مجسات من اي حته في جسمه. المجسات دي سريعه جدا وقويه بشكل مرعب، ودايما بتستهدف النقاط العمياء عند الصيادين. لما بيحاول بطلنا يخترق بيرميه بعيد. فريون بيقول اوف جت سليمه، لو ما كنتش لحقت اتفادى الهجمه البنطلون كان هيتقطع. بس الاهم من ده مش حاسس ان الزعيم ضعيف شويه، ولما لوت بيحاول يهجم على ريون هجمات كتيره جدا لكنه بيتفاداها وسط ما الوحش بيلف حواليهم. فلوت بيقول له انت الشيطان، انت اللي وصلتني للحاله دي، ومين كان يصدق ان كانت بينك وبين ارتيس علاقه بالشكل ده. وبيفضل يهجم عليه هجمات كتير، لكن بعد كده الوحش بيسحبه عند ريون. بيقول له كنت مستني مني اعمل ايه وانت واقع تحت سيطره العدو بالشكل ده؟ فالوحش بيقول له ازاي تجرؤ يا بشري، ازاي تستخف بيا وترميني كأني كوره؟ فلوت بيقول له انا واخد بالي انك عمرك ما هاجمت البشري ده. فالوحش بيقول له ده صاحبك او واحد من فريقك صح؟ وبالنسبه لواحد زيك بيعتبر رفاق واغلى حاجه انه يموت على ايد صاحبه، دي ابشع نهايه ممكن تحصل له. بس ريون بيقول له ايه رايك؟ خده هو واديني انا شويه خبره وخلاص. فالوحش بيقول له غيرت رايي، كنت ناوي اخلي البشري ده سماد للدنجون، بس لا هحوله لزعيم الدنجون في المستوى المتوسط، وبعد ما يذبح كل انسان يدخل المكان ده هفضل مخليه عايش واكله من جثثهم، وطبعا اول وجبه ليه هتكون. وساعتها بيسيب لود وبيهجم عليه بكل قوته. بيبقى وحش المجسمات هو من اقوى زعماء الدنجون، هو ما عندوش هجوم مدمر، ولكنه بيستعمل ذكائه في فهم طبيعه البشر باستخدام علم النفس البشري، علشان كده هو بيقدر يسيطر على البشر، وبتدخل الطفيليات جوه جسمهم وبيخليهم يبقوا وحوش اقوياء. بيقول الوحش لريون مهما قلت انك كويس انت مش هتقدر تقتل اصحابك. بيهجم لود على ريون وبيضربه، لكن بيقدر ريون انه يتفادى الهجوم بتاعه، وبيضربه ريون بالسيف بيكسر بيه الارض. بيطير لود وبيخبط في العمود، وبتبقى ضربه السيف بتاعه ريون خلصت على الزعيم. بيفكر ريون وبيقول النظام ما بقاش يظهر، هو مستوى الزعيم الدنجون قليل، ويبقى الزعيم مش عارف ايه القوه دي كلها، وبيقول هو البشري ده جاب القوه دي كلها منين؟ ده بضربه واحده خلص عليا، مفيش فايده اني اسيب البعد مفتوح بوجود وحش زي ده، الدنجون هيختفي لو اخد جوهره القلب. بيفكر ريون وبيقول انا الوحوش اللي قدامي دلوقتي اللي موجوده في الغابه. بيخرج الوحش من الجسم اللي هو فيه، لكن بيضربه ريون بيخلص عليه. بنروح لباركمان اللي بيبقى لسه صاحي، بتيجي اوين وبتقول له انت ما شفتش ريون؟ بيقول لها باركمان لا ما شفتوش. بتقول لها بارنت يمكن راح لاي حته. بتقول لهم اوين دي الاسلحه بتاعته مش موجوده، هو معقوله يبقى
بيبقى رايح للدنجون، لكن فجأة بتلاقيه وراها وجاي ومعاه سمكة. بتقول له ايون انا كنت قلقانة عليك، انت رحت فين؟ انا مش عارفة انت كنت فين كل ده. بيقول لها ريون انا كنت بصطاد سمك. بنرجع بالزمن قبلها بفترة لما كان ريون في الدنجون وظهرت رسالة من النظام بتقول له انه بعد ما قدر يهزم الزعيم هياخد مكافأة وهي 113.240 نقطة. بيبقى ريون مش مصدق انه هياخد كل النقاط دي، وبيقول انا هاخد النقاط دي علشان قتلت الزعيم ده، ما كنتش فاكر ان الزعيم هاخد منه كل ده. لما كنت بقتل الذئاب وما كنتش باخد النقاط دي كلها، لكن انا احتجت علشان اوصل من المستوى الرابع للمستوى الخامس 1000 نقطة. يعني انا هنا علشان اوصل من الخامس للسادس هحتاج ل 2000 نقطة، وكده هقدر اني اوصل لمستويات كتير بسبب النقاط اللي معايا. لكن بيلاقي رسالة من النظام بتقول ان الوصول للمستوى السادس هيحتاج لنقاط كتير. بيتفاجئ ريون وبيبقى مش مصدق انه علشان يوصل للمستوى السادس محتاج كل النقاط دي. بيروح بعدها ريون علشان يصطاد سمك وكل الحاجات دي علشان يرجع لباركمان، وبيبقى مش في وعيه. بيبقى قاعد معاهم ومصدوم من اللي عرفه. في الاسبوع اللي بعد كده فضل باركمان وفريقه يدوروا على اي وحوش موجوده، ولكنهم ما لقوش اي وحوش. بعد ما بيخلصوا بيرجعوا للمدينه، لكنهم بيبقوا راكبين عربيه وبيبقى الحارس مش عايز يدخلهم الا بتصريح للمرور. بيقول له السائق يعني ايه مش هعدي؟ انت عارف انا شغال بقالي قد ايه؟ بيقول له الفارس دي تعليمات وانا ما اقدرش ادخلك. وبيقول لهم باركمان تصريح ايه؟ بيقول له ريون هو احنا ما ينفعش ندخل بعلامه النقابه؟ بيقول باركمان للحارس احنا كنا بره بقالنا 3 اشهر علشان كده احنا مش معانا اي تصريح. بيتفاجئ الحارس اول ما بيشوف باركمان وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ انا كي بريمان. بيقول له باركمان انت بريمان؟ هو ايه اللي بيحصل في المدينه؟ بيقول له بريمان انت ما تعرفش ايه اللي حصل؟ ده نقابه الصيادين طلعوا امر ان كل الصيادين يرجعوا للمدينه علشان دنجوان سهل ابن اتقفل. بيدخلوا بعد كده للمدينه، وبيبقى باركمان وفريقه مش عارفين يعملوا ايه، وبيفكروا بيقولوا هو مالهم زعلانين ليه؟ مش كويس ان الدنجون اختفى؟ انا كنت قادر اني اخرج لان انا ما خدتش قلب الدنجون. بيبقى في شخص تاني هو اللي خد قلب الدنجون وخلاه يختفي. بيقول ريون لاوين هو ايه اللي قفل الدنجون؟ بتقول له اوين يبقى اللي عمل كده هم الايرسلينج. هو بالنسبه للصيادين قفل الدنجون هو شرف عظيم، ولكن اللي يقدروا يعملوا كده هم الايرسلينج. بتقول لهم بارنت المشكله مش في الايرسلينج، المشكله في المحققين الهرطوقيين دول، اشخاص بتبعتهم الطوائف علشان يخلصوا على الايرسلينج ومش بيعرفوا يفرقوا بيننا وبينهم، علشان كده اللي بياخدوه مننا بيفضلوا يعذبوه وهم بياخدوا الاشخاص اللي مستواهم اعلى من 20. بيقول ريون لباركمان يعني اي حد فيكم هيبقى فوق المستوى 20 هم بياخدوه؟ بيقول له هربت ايوه علشان كده الصيادين بيمشوا من المدينه. بيفكروا بيقول ريون علشان كده الايرسلينج محدش بيحبهم. بتقول لهم اوين يلا علشان نمشي. بيقول لهم باركمان يلا نمشي مفيش حاجه مؤكده لغايه دلوقتي، خلينا نشوف هنعمل ايه بعد ما قدرنا اننا نجمع عدد كبير من الاحجار السحريه. احنا هنروح للنقابه علشان نستبدلهم وهنبيع اجسام الوحوش اللي معانا، وبعد كده هنحتفل بانجاز ريون. بيقول باركمان لبارنت انا عايزك تروحي مع ريون لشركه بالتان. بتقول له بارنت انت هتروح للنقابه علشان تبدل الاحجار؟ بيقول لهم ريون انا عارف فين شركه بالتان علشان كده انا هروح لوحدي. بتقول له بارنت انت مش عارف اسعار الحاجه، لكن ريون بيطلع يجري. بيقول لها باركمان هو مش محتاج يعرف سعر الحاجه. بيروح ريون عند شركه بالتان ولكن الشخص ده مش بيرضى يشتري الحاجات. بيقول له بسبب الوضع ده انا مش هينفع اخد منك حاجه، انت عارف ايه اللي بيحصل؟ كل اللي هتبيعه او تشتريه هو شيء مشترك، علشان كده الدنجون لما كان شغال كانت المدينه مزدهره، لكن دلوقتي بقى في محققين هرطوقيون وفي الايرسلينج ومش هينفع اننا نعمل اي حاجه، ولما اخد الحاجه منك انا هعمل ايه؟ انت فاكر ان في حد هيشتريها مني؟ بيقول له ريون اشتري الحاجات دي بنص الثمن. بيقول له الشخص ده لا مش هقدر ان اشتري اي حاجه لان انا لو اشتريتها مش هعرف ابيعها. وبيقول في واحد من المحققين وصل. بيبص ريون وراه بيلاقيه. بيقول له المحقق خلص اللي بتعمله. بيفكر ريون وبيقول هو ده محقق؟ بيبقى ريون عايز يعرف المستوى بتاعه لكنه مش بيعرف. بيقرب المحقق عليه وبيقول له ايه انت مش عارف تشوف المستوى بتاعي؟ بيفكر ريون وبيقول هو ازاي قرب بالسرعه دي وانا مش عارف هو عارف منين اني عايز اعرف المستوى بتاعه. بيقول له المحقق انت ليه خفت لما شفتني؟ بيقول له ريون علشان اي شخص بيشوفكم بيبقى خايف. بيقول له المحقق طب ولما انت خفت ما مشيتش ليه؟ بيقول له ريون علشان انت ما سبتنيش امشي. بيقول له المحقق ايه الطائفه اللي انت تابع ليها؟ بيقول له ريون انا مش من اي طائفه. بيقول له المحقق هو انت منين؟ بيقول له ريون انا يتيم ومش من اي بلد. بيقول له المحقق يعني انت يتيم ومش بتتبع اي طائفه وكمان صياد متجول؟ هو ده مش غريب شويه؟ بيقول له ريون انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده لان انا لسه صياد مش بقالي كتير. بياخد المحقق جهاز في ايده وبيقربه من ايد ريون وبيقول له انت في المستوى الخامس. بيقول له ريون انت خلاص خلصت، اروح بقى علشان اشوف انا كنت بعمل ايه.
بيروح للشخص اللي هيبيع ليه الوحوش وبيقول له الشخص ده كويس انك عرفت تقف مع المحقق، انا مش عارف هبيع الحاجات دي فين لكن انا لو اخدتها مش هدفع. بيفكر ريون وبيقول انا لو ما كانش المستوى بتاعي قليل كان زمانه اخدني معاه وانا ما كنتش هبقى عارف اعمل ايه. انا ما عرفتش اشوف المستوى بتاعه لانه لابس قناع، لو ما كانش لابس قناع كنت عرفت المستوى. بيقول له الشخص ده انت هتبيع ده. اول ما ريون بيشوف الصور بيقول له لا انا عايزه، لكن بيقع الصور من ايده بيروح عند رجل الشخص، والشخص ده هو اللي بيبقى المحقق. بياخد المحقق الصور وبيقول له انت ازاي معاك الصور ده؟ انت في المستوى الخامس ازاي هيبقى معاك الصور ده؟ بيفكر ريون وبيقول انا مش عارف هو ازاي لسه واقف، انا كنت فاكر اني خلاص خلصت لكن انا شكلي مش هخلص. بيقول المحقق انت مش هتقدر انك تعمل حاجه لان الصور ده مش بتاعك، لان انت في المستوى الخامس وواحد زيك في المستوى الخامس مش هيقدر انه يبقى معاه الصور، ولو دخل الدنجوان مش هيقدر انه يدخل علشان انت لسه صياد مبتدئ. انا هقولك على حاجه تتعلم منها. من 15 سنه كان في زوجين عايشين مع بعض في القريه، الزوج هيبقى صياد مخضرم ومع انه مش قائد فريق الا ان كان عنده قوه تسمح ليه بقياده الغير، والفريق بتاعه اخد مهمه لكن لما راح المهمه لقى وحش غريب، فكان خايف على فريقه من انهم يحصل له حاجه، ولو حصل لهم اي حاجه هيبقى بسببه، لكنهم ما كانوش عارفين هو ليه صياد زيه خايف من وحش زي ده. ولما حاولوا انهم يهجموا على الوحش الشخص ده منعهم انهم يهجموا، ولكنهم بيبقوا مش عارفين هو ليه بيعمل كده. بيقول لهم الشخص ده انه ايريس لينجو بيقدر انه يشوف المستويات بتاعه الوحوش، لكن الوحوش هجمت عليهم فهجم الشخص ده على الوحوش علشان يخلي الفريق بتاعه يهرب. بيقول المحقق مين اللي هيموت في القصه دي؟ بيقول له ريون الايريس لينج اللي كشف نفسه. بيقول المحقق لا، الايريس لينج وقائد الفريق هم اللي فضلوا عايشين والباقي هم اللي ماتوا. انت عارف ليه قائد الفريق هو اللي فضل عايش؟ علشان هو اللي بلغ عن الايريس لينج، لكن باقي الفريق مرضوش انهم يعملوا كده. بس الايريس لينج قدر انه يهرب منهم، لكن لما رجع للبيت بتاعه اتفاجئ ان اهل القريه ولعوا في البيت وقتلوا زوجته وابنه وما بقاش في حد فاضل له. علشان كده هو هجم على سكان القريه وفضل يقتل فيهم وبعدها هرب. علشان كده الاشخاص اللي ليهم علاقه بالايريس لينج بيبقوا على طول في مشكله. انت بقى شايف نفسك غلطان؟ بيقول له ريون انت عايز ايه؟ بيقول له المحقق الصور اللي معاك بتاع ايريس لينج وانت جاي بيه هنا هو ده شيء عادي؟ انا هديلك اكبر قدر عندي من الرحمه وهعفو عنك لو قلت لي اسم الفريق بتاعك. بيهجم ريون عليه لكن فجاه بيظهر الساحر وبيصد ضربه، وبيقول للمحقق انا عايزك تفهم الموضوع. بيقول ريون للساحر اللي بتعمله ده خطير. بيزعق له الساحر وبيقول له انت شخص مش كويس ومش بتعرف تعمل اي حاجه، والصفقه اللي قلت لك تعملها مش عارف انك تعملها. الغلط عندي انا علشان اديتك الصور ده تبيعه، علشان كده انت تفضل قاعد هنا ومش عايز اسمعك بتتكلم لان الكلام بتاعك ده. بيقول له المحقق انت مين؟ بيقول له انا الساحر اتيس والخليفه ال37 من عيله بن ستير، وبيوريه قطعه ورثها من عيلته. وبيقول له المحقق انا كنت فاكر ان عيلتكم انتهت لكن القطعه دي بتقول انكم لسه موجودين. انا اسف علشان مش قادر اخلع القناع بتاعي لان انا في فتره الشغل. انت ايه علاقتك بالشخص ده؟ بيقول له اتيس الشخص ده تبعي، انا بعته في مهمه بس انا نسيت انه ما يعرفش المكان كويس، انا طلبت منه يجيب لي شويه قطع اثريه والموضوع وصل لكده. بيقول له المحقق انت بتعمل بحوث سحريه؟ بيفكر ريون وبيقول هو بيحاول انه يخلينا نخرج من المشكله دي. وبيقول له اتيس انا اسف على اللي انا عملته. بياخدوا اتيس علشان يمشوا من المكان وبيمشوا من المكان، وبيقول له ريون انت مش تسالني عن القطعه الاثريه لان زي ما انت عارف ان مش سهل واحد زي يكون معاه قطعه زي دي. بيقول له اتيس انت لما شفتني في الغابه وشفت طبعا اللي انا كنت فيه ما قلتش لحد على اللي حصل. فبيقول له ريون انا كنت شخص غريب وقتها. فبيقول له اتيس ما انا كنت شخص غريب. بيقول له ريون انا كنت بقول ساعتها انك شخص مش كويس. بيبقى المحقق واقف وسامع كل الكلام بتاعهم وبيقول هو ايه اللي بيحصل؟ بيقول لهم المحقق هو الصور ده القدره اللي فيه بتبقى قدره ايه؟ لكن بيقول له ريون كره النار، وبيقول له اتيس الكهرباء. بيتفاجئوا هما الاثنين اول ما بيسمعوا كده. وفي اول يوم ليا بعد ما انضم الفريق باكمان بنشوف ان هو قابل وحوش كتير زي جول الشجره من المستوى 13، وديك عملاق من المستوى 15، وسلايم من المستوى 21. بس بيقول لنفسه مش ده اللي كنت بدور عليه، انا اخيرا خرجت من جبل الصخور ده لكن هي دي كل الوحوش اللي موجوده بره؟ الزبالة دي اصلا ما بتدينيش اي خبرة بالمقارنة بالكمامة دي. كلاب الشياطين كانوا احسن بكتير، على الاقل كانوا بيدوني نقطة خبرة واحدة لكل واحد. لازم ارفع مستوايا، لازم اعمل ليفل اب. بس بعدها بيفوق وباركمان بيقول له ده يمكن اول مرة تنضم فيها الفريق بس ما فيش اي داعي للتوتر، اتفضل دي وجبة مخصوصة علشان نرحب بعضونا الجديد، مش هضمن لك طعمها لكن بس بارنت بتيجي وهي معاها حلة الاكل وبتقول عندك اعتراض على الاكل ولا ايه؟ بلاش تهري قدام العضو الجديد يا باركمان، وانت يا مبتدئ من اول ما تنزل الميدان اعتبر نفسك
داخل حرب. باركمان يمكن يكون اعترف بيك، لكن انا لسه ما اعترفتش بيك، وخليك عارف فريقنا ملوش مكان لعيل بينقي في الاكل. فهيربرت بيقول له يا ترى واحد زيك هيصمد قد ايه؟ فريون بيقول لنفسه هو هم لعبوا في الاكل ولا ايه؟ يعني مش هيكون اوحش من لحم كلاب الشياطين صح؟ بس لما افكر فيها بقالي قد ايه ما اكلتش حاجه غير لحم كلاب الشياطين، وبقالي قد ايه ما استخدمتش ادوات اكل. انا اخيرا مش لوحدي في اليوم ده والاول مره. بس بعدها ريون بيقول لهم الاكل حراق قوي، ممكن اخد طبق تاني؟ فهيربرت بيقول له مش لازم تجبر نفسك تاكله، احنا عملناه هزار ومقلب بس لو خلصت كله. فريون بيقول لنفسه بعدها بيقول حسيت اني فعلا هربت من جحيم جبل الصخور ده. والمحقق ساعتها بيقول لهم انا اسف بس خليكم انتم الاتنين تيجوا معايا. وريون بيقول لاتيس ده سحر الرياح، فاتيس بيقول له لا انا مش حاسس باي تدفق للمانا، ده شكله زي دوامه شفاء من الهاله اللي طالعه منه، واضح انه شامان من مستوى عالي. فريون بيقول لنفسه شامان من مستوى عالي؟ اللعنه، هيبقى مستحيل اخبي قوتي وانا بقتله، ولو حاربته بكل قوتي بجد هيكتشف هويتي الحقيقيه. اعتقد ان ما عنديش اختيار. بس ساعتها شامان بيتكلم وبيقول اهدى ما تقلقش قوي طول ما انت جوه دوامه دي، حتى لو ايديك ورجليك اتقطعت مش هتموت، لكن لو كنت مكانك كنت احب اطلع من هنا على رجلي بنفسي، علشان كده الافضل انك تتبعني وخلاص. فريون بيبدا يتحرك وهو بيقول انت بتدور على الشخص اللي قفل الدنجون صح؟ لو لقيت الشخص اللي قفل الدنجون هتسيب باقي الناس في حالهم؟ وبيكون واقف قدامه. فشامان بيقول له طبعا احنا مشغولين جدا بنفسنا اصلا. فريون بيقول له انا اللي عملت كده، انا هو الشخص اللي قفل الدنجون. بس بتدخل من البوابه عربيه وبيكون عليها لود وفريقه. لود بيقول البطل عاد، انا لود العظيم لقد عدت، مين كان يصدق ان هقدر ارجع اخيرا؟ فالمساعد بيقول له انا كمان اتفاجئت، مين كان يتوقع انك تقدر تقفل دنجون لوحدك تماما؟ فلود بيقول له الموضوع ما كانش سهل رغم اني فقدت الوعي، الا اني في النهايه قدرت اقتل الزعيم واخد النواه الدنجون الرئيسيه واقفل الدنجون بنجاح، لكن بعد ما اختفى الدنجون كنت هقرب اموت من الجوع في سهول ابن. فالمساعد بيقول له بعدها لقيناك واحنا في طريقنا للخروج من اون بروس، انت انقذت حياتنا، فده اقل شيء نقدر نعمله علشان نرد لك الجميل. فلود بيقول له شوف كويس، اسطوره لود بتبدا من هنا. ولود بيقرب من الشامان وبيقول له بقول لك مش انا اللي عملت كده. فالشامان بيقول له يلا بسرعه اركب، وبياخدوه في العربيه وبيمشوا وبيقفوا اتنين منهم وبيتكلموا. واحد منهم بيقول لود استيلفيا عمره 21 سنه هنحتجزه في الوقت الحالي، يبدو ان القطعه الاثريه اصليه. وبيكون ريون واقف وبيفكر وبيقول لنفسه ما كنتش متوقع ان لود هو اللي قفل الدنجون، كنت فاكر انه تحول فعلا لوحش هناك. فاتيس بيقول له مين كان يصدق ان لود هو اللي كان؟ فريون بيقول له فاهم قصدك، انا برضو مستوعب اللي بتقوله. فشامان بيقول له بالنيابه عن كنيسه الظلام اسمحوا لي اقدم اعتذاري ليكم. فريون بيقول لنفسه اقصد انت ما كنتش غلطان برضو، يعني فعلا انت ما كنتش غلطان. فاتيس بيقول بالمناسبه انتوا واخدين لود على فين وايه اللي هيحصل له؟ فشامان بيقول له المكان سري لكن هيتم سجنه مؤقتا لحد ما نحقق في الموضوع، ولو طلع كل اللي قاله حقيقي ومفيش اي مشاكل في سجل ميلاده هيتم الافراج عنه. فاتيس بيقول له ده يطمن. فريون بيقول لنفسه اعتقد ان كان عادي لو فضلتوا حابسينه، لكن بفضل لود كل حاجه اتحلت في الاخر. وبعدها شامان بيركب العربيه وبيكون هيمشي وهو بيقول لما افكر فيها انت ما قدرتش تبيع بضاعتك بسبب يا ريون، ممكن تيجي هنا لحظه؟ انا معيش فلوس كاش دلوقتي فممكن اديك سند دين بدلها، ممكن يكون صعب شويه على دوله انها تتعامل مع الموضوع ده، فعشان كده هكتب السير بانستر كمستلم بديل، لكن المستلم الحقيقي لازم هو اللي يوقع عليه. فريون بيقول لنفسه توقيع، في حاجه مقلقاني بخصوص الموضوع ده، امي كانت دايما بتقول لي ما امضيش على اي حاجه من غير ما افكر كويس. بعدها ريون بيقول له انت مش بتحاول تضحك عليا وتخلينا نضم للكنيسه ولا حاجه صح؟ فالشامان بيقول له احنا ما بنستخدمش الاساليب القذره دي، بس مين عارف اذا كانت الكنيسه النور بتعمل كده ولا لا. طيب ممكن تمضي هنا وبعدها تبص على ده كمان علشاني، وبكده هنكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لكن واضح ان اللي جاي اخطر بكتير. ريون قدر يخرج من الموقف من غير ما يكشف قوته الحقيقيه، ولو خد كل الانظار بعد ما الكل افتكره هو اللي قفل الدنجون. لكن هل هتفضل الحقيقة مستخبية ولا الأحداث اللي جاية هتكشف كل الأسرار؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تسيب تعليق تحت تقول لي فيها أكمل ولا لأ الحكاية دي، وكمان ترد على السؤال ده إيه اسم القدرة اللي قال ريون إن الثوار بيديها لما المحقق سأله عنها؟ اكتب إجابتك في التعليقات واللي هيجاوب صح هيظهر تعليقه في الحلقة اللي جاية. ومش عايزك تنسى كمان تتفاعل مع الفيديو والقناة كلها علشان نوصل للقمة في أسرع وقت، وعايزك تصلي على النبي علشان دي أهم من أي حاجة. ويلا سلام.